اعمل فوكس 9 ساعات شغل، يعني almost 10 ساعات شغل في يوم. لو شفنا مثلا اليوم اللي قبله كان برضو 9 ساعات ونص. اللي قبله ده ساعتين لأن ده كان الويك اند، برضو كان الويك اند فمش بتراك أنا في الويك اند. 11 ساعة، 8 ساعات. الموضوع سهل جدا يا شباب، بس انت محتاج بس انك تركز شوية. محتاج اظن انك تبعد عن التليفون ده اظن اكتر حاجة انت محتاج تعملها. تبعد عن التليفون وعن السوشيال ميديا، هتقدر وقتها انك تركز وتوصل لعدد الساعات ده شغل او مذاكرة. حتى انا عمري ما عملتهم مذاكرة، لكن في الشغل الموضوع بيختلف. يعني وقت ما انت تخش في الشغل هتحس ان انت لازم تخلص الحاجات ديت. انت حاسس بأهمية الشغل، حاسس بأهمية الحاجة اللي انت بتعملها. انت بتنتج حاجة دلوقتي على عكس اللي انت طالب. بس انت طبعا لازم تذاكر، يعني اعمل اللي عليك برضو، اجتهد، ذاكر ال10 ساعات الوقت ده. حاول بس تبعد عن المشتتات. المشكلة هي في المشتتات حرفيا. انت لازم تبعد عن السوشيال ميديا. يعني انا ماسح السوشيال ميديا من عندي، ما عنديش فيسبوك، ما عنديش تويتر. وقت ما بعوز افتحهم بفتحهم من المتصفح، وبتكون تجربة عقيمة. فانت لازم بصراحة تبعد عن السوشيال ميديا، لان هم محتاجينك اصلا تكون موجود عندهم، وهم محتاجين، هو ده اكل عيشهم. مصطلح اكل العيش يعني انك تبقى عارف ان ده اكل عيشك، هي دي حياتك، هو ده مصدر رزقك. فاكيد هتبذل فيه كل المجهود اللي انت تقدر تعمله. فانا علشان عارف ان ده اكل عيشي فبحاول في ان اجتهد في المكان ده، بحاول اعمل اللي عليا، حتى ان جيت على صحتي في بعض الاوقات. بس انت المفروض برضو تكون صحتك اولوية. بس عندنا الويك اند والاجازة يعني بنرتاح فيهم. لكن انا في الايام اللي بقضي فيها وقت مركز على حاجة اعملها او تاسك اخلصها او ايا كان الشغل اللي انا شغال عليه، يعني انا ملاحظ اللي فيه باترن قدامي دلوقتي، ان الموضوع بيكون سيشنز، يعني سيشن فوكس. يعني اظن السيشن ساعة ونص تقريبا، ده اقصى حاجة بوصل لها. اوقات بوصل لساعتين الا ربع، لكن يعني كافريج بيكون ساعة ونص. فانا ملاحظ قدامي دلوقتي، ممكن اوريكم. فلو شايفين هنا مثلا ساعة ونص سيشن فوكس، لو ملاحظين هنا اللي بيقطع وقت الصلاة. فده بيكون يعتبر البريك. وقت الصلاة بتتحرك برضو، تروح تصلي في المسجد فبتتحرك، وبعدين برجع تاني فوكس، وبرضو اللي بيقطعها هنا وقت الصلاة، وهكذا. فانت حاول تظبط يومك على وقت الصلاة. فانت حاول تظبط يومك على وقت الصلاة. يعني حاول لما تيجي تعمل الجدول بتاعك، انا بحب استعمل طريقة التايم بلوكينج اللي هو الشبيهة باللي انتوا شفتوه دلوقتي. بيكون عبارة عن جوجل كالندر عندي، بقسمها سيشنز. انا في السيشن دي هشتغل على حاجة معينة، هشتغل على التاسك ديت، فبحاول اقسمها بالطريقة ديت. واللي بيفصلها او اللي بيقطع السيشنز ببعض بيكون اوقات الصلاه بصراحه. فانت حاول تظبط يومك بالطريقه ديت لو انت هتذاكر او هتشتغل. يعني مثلا هتبدا شغلك الساعه 9 او الساعه 8، او مذاكرتك انا هركز من الوقت ده لحد وقت الظهر. هتروح تصلي، هتتحرك، ممكن تتغدى بعدها، هتعمل كوبايه شاي، كوبايه قهوه، ايا كان. فهيكون فيها حركه، فهو ده البريك لدماغك، والبريك برضو لجسمك انك هتتحرك شويه. فهتيجي على اخر اليوم هتلاقي انك انجزت وعملت حاجات كتير جدا. بس حاول ان انت وقت ما هتقعد انت هتقعد تذاكر او هتقعد تشتغل، ابعد عن كل المشتتات. زي ما بقول لك، يعني حاول تبعد عن السوشيال ميديا، لان هي ده الفخ بصراحة. انا كنت بقع فيها، بالذات الريلز. تفتح الفيسبوك تقعد بقى في الريلز، تقعد تسحبك. فاكيد كلنا عارفين انها ضارة 100%. طبعا انت حاول بس تعرف التاسكات بتاعتك، ومع الوقت هتعرف الطريقة المناسبة ليك، اذا كانت التايم بلوكينج او ايا كانت من الطرق التانية. موجود على اليوتيوب، ناس كتيرة بتشرح الحاجات ديت، فممكن تروح تتفرج عليها. لكن مع الوقت والتجربة انت هتعرف الطريقة الأمثل ليك بالظبط. يعني مثلا يوم ال11 ساعة ده أظن هو بيكون اليوم المثالي بالنسبة لي. هو مش لأن بشتغل كتير أو بركز على حاجة معينة كتير، هو الموضوع بيكون متعب بصراحة جسديا أكتر، لأن القعدة على الكرسي، رغم إنه كرسي يعني المفروض مريح شوية، لكن برضو القعدة كتير على الكرسي متعبة. فاللي بيخلي الموضوع يوصل لعدد الساعات الكتير ديت، اللي هو مثلا 11 ساعة، وعدد يعتبر نص اليوم. السر بصراحة مش اللي هو في طريقة معينة أنا ماشي بيها، أو إني بلزم نفسي أقعد أشتغل. كل الحالات الإنسان عنده حاجات لازم يعملها، اكل العيش، فانت لازم هتجبر نفسك انك تخلص الحاجات اللي وراك. لكن اللي بيتحكم في عدد الساعات بصراحة من وجهة نظري
هو الوقت اللي انا بصحى فيه والوقت اللي انا ببدأ فيه شغل. اذا كنت صحيت بدري فانا هبدأ شغل بدري، فعندي عدد ساعات كبير هقدر اشتغل فيهم. يعني خلينا نقول حاجة شبه كده، انت بتصحى في الوقت ده وبتنام على طول في الوقت ده. ده وقت ثابت، انا مش بغيره، ما ينفعش يزيد ولا ينفع يقل. فانا عندي الوقت ثابت وقت النوم. وقت الصحيان بيكون متغير، انا طبعا عايز اصحى بدري طول الوقت، لكن في ظروف بتحصل الانسان ما بيقدرش يقوم. فانت هنا عندك بنقول عليها تايم ويندو. فلنتخيل دي مثلا اللي هم ال 12 ساعة. تمام. فانت عندك 12 ساعة تقدر تشتغلهم. لو انت صحيت في الوقت ده فانت عندك مثلا خلينا نقول 8 ساعات. فهي دي الطريقة، انك تصحى بدري، هتصحى بدري هتخلص اللي وراك، هتشتغل كتير، ممكن تخلص اللي وراك بدري جدا عن الوقت اللي انت متوقعه. ان صحيت بدري فهيبقى عندك بقية اليوم تقدر تعمل فيها اي حاجة انت عايزها. انما ان صحيت متأخر هتحس اصلا ان انت مستعجل، اليوم بيجري، الصلاة ورا التانية، خلاص اليوم خلص، هتلاقي نفسك ما انجزتش كتير. فالسر اظن هو في الصحيان بدري. فبس يعني ده كل الموضوع، اللي هو علشان توصل لعدد الساعات الكتير ده كتركيز او شغل او مذاكرة او ايا كان، انت محتاج بس اظن انك تصحى بدري وتجرب اكتر من طريقة من طرق انجاز المهام بالنسبة لك، تشوف ايه المناسبة معاك، ايه المناسبة لظروفك للروتين بتاعك.